بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الكلام بالسلام على خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ بقسماط اللفران الاقتصادي بأقل التكاليف، بدون برم، بدون تعب، بدون أي مجهود، وبكيلو واحد دقيق. بصي الكمية اللي طلعت قد ايه، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. البقسماط بص بتاعي طلعت الكمية قد ايه من كيلو واحد دقيق. بصي البقسماط بتاعي شكله ايه. انا هسمعك الصوت وهوريكي عامل ازاي. اسمعي كده القطمه بتاعته. سمعتي؟ بصي من جوه متفرغ ازاي. بصي الجمال، سمع الصوت. بصي الخبطه بتاعته، شايفاه عامل ازاي. بصي اسمعي، في منتهى الجمال. بس لو عجبك الفيديو اوعي تبخلي عليا سبسكرايب لايك شير. انزلي يلا دوسي على الاشتراك. وبصي عملت كمان منه المدور. سمع صوت القطمه. بصي التفريغه اللي جوه تحفة، ولا طعمه ما اقولكيش اللهم بارك. عايزة تعرفي عملته ازاي؟ تعالي وانا اقولك عملته ازاي، بس انزلي الاول دوسي لايك واشتراك ويلا بينا. نبدأ بسم الله. انا معايا كيلو دقيق. انا بحب دقيق الكوثر بصراحة في كل حاجة، هو دقيق ممتاز لكل الاغراض، هو لجميع الاغراض. الدقيق بتاعي لازم يتنخل، حتى لو انت واثقه من نظافته لازم يتنخل. طب ما دام نضيف انخله ليه يا ماما نانا؟ علشان يا حبيبتي يخش له هوا. الهواء في نخل الدقيق بيخلي الحاجة معايا هشة، في كل حاجة، في المخبوزات، في الكيك، في كل حاجة بيخلي الحاجة معايا هشة. كده أنا نخلت الدقيق بتاعي. هنزل عليه بالمواد الجافة. ذرة ملح صغيرة، معلقتين كبار مليانين سكر، معلقتين كبار مليانين سكر، ومعلقتين كبار مليانين خميرة. أنا هوريك الخميرة بتاعتي اهي. دي الخميره اللي انا بستعملها، بجيبها بصراحه وبخليها عندي وبستعملها في كل حاجه. لو انت مش واثقه من الخميره بتاعتك، حطي الخميره على السكر معاهم شويه ميه دافيه وقلبيهم وغطيهم شويه. لما تلاقي ان في فوران كده وعليت استعمليها. انا واثقه في الخميره بتاعتي، فعلشان كده حطيتها على طول على الدقيق. وهنقلب كده المواد الجافه كلها مع بعض. نقلع بقى كده الخواتم علشان هنعجن ونطلع اللي جوانا كله في العجين. انا بحب العجين عشان كده اطلع كل اللي جوايا فيه. اعجني فيه لما تقولي يا بس. ودي كوبايه الا شويه زيت. الشويه دول انا هكملهم بمعلقتين كبار مليانين سمنه. انا هحط سمنه بلدي، انت حطي السمنه اللي انت حباها. طب ايه لازمه السمنه مع الزيت؟ ده بقسماط. السمنه بتديله الطراوه والزيت بيديله القرمشه. ده مع ده بيعمل ميكس تحفه في الطعم وفي القرمشه، وفي النتيجه بيديكي نتيجه في منتهى الجمال. همسك بقى كده الدقيق بتاعي ده اعجنه كده واشرب كل ذره دقيق بالزيت والسمنه اللي انا نزلته عليها، لغايه لما يبقى معايا زي الدقيق، زي الرمله المبلوله كده. شايفاه عامل ازاي معايا؟ بصي عامل زي الرمله المبلوله. شايفاه عامل ازاي؟ هنزل بقى كده بنفس الكوبايه اللي كان فيها الزيت والسمنه، هنزل بشويه ميه دافيه. دافيه مش سخنه. السخنه هتموت لي الخميره، والبارده مش هتشغل الخميره. يبقى الميه تكون دافيه، وشويه بشويه. ما انزلش بالميه بتاعتي مره واحده، لان مش كل الدقيق زي بعضه. في دقيق بيشرب السوائل ودقيق لا. فانا بنزل بالميه بتاعتي شويه بشويه. هو الكيلو خد معايا حوالي كوبايتين الا شويه ميه، بس مش كل الدقيق زي بعضه. علشان كده هننزل كده بالميه شويه بشويه. كل ما نحتاج ميه نحط ونعجن لغايه لما توصل معايا للقوام ده. بصي الطبق بقى نضيف ازاي، ما فيهوش حاجه لازقه. وكمان العجينه كده بتطلع من ايدي اهي. لما اجي احط ايدي فيها تاني ما بتلزقش اهي. بصي العجينه لينه جدا، اللهم بارك ما شاء الله لا قوه الا بالله، اللهم بارك يا رب. بصي العجينه لينه جدا وناعمه جدا، وفي نفس الوقت خلاص مش بتلزق. هحطها بقى كده اريحها، مش هخمرها.
انا هنا بريح بس العجينة، مش سايباها تخمر. اغطيها واسيبها ترتاح عشان تتفرد معايا. عقبالة ما ترتاح العجينة انا همسك الصاجات بتاعتي بشوية زيت صغيرين، وادهن كده الصاجات اللي انا هحط فيها، اللي انا هسوي فيها. طب ايه لازمة الزيت اللي انا هدهنه ده؟ مش بس علشان ما يلزقش، لا هو مش هيلزق على فكرة، بس ده بيخلي البقسماطة تمسك في الصاج ما تقوصش معايا. في ناس كتيرة بتشتكي ان لما تعمل بقسماط بيقوص معاها. ادي العجينة بتاعتي، بصي ما شاء الله اللهم بارك. انا ريحتها بس. طب انا بريحها ليه؟ علشان لما اجي افردها ما تبقاش معايا زي الاستك، كل ما افردها ترد تاني. لا بصي بتتفرد معايا ازاي بمنتهى السهولة، ما بترجعش معايا تاني. افرديها كده كويس. عايزة سمكها يبقى رفيع عشان لسه هتخمر. خدي بالك بقى من الخطوة اللي جاية دي، هي دي بقى اللي هتريحك من برم البقسماط. في ناس كتيرة ما بتحبش تعمله، أنا كنت كده ما بحبش أعمله عشان بقعد أبرم، بصراحة بيوجع لي دراعاتي وبياخد مني وقت طويل. لكن الطريقة دي هيخليكي لو أي كمية عاملاها من البقسماط هتخلصيها بسرعة ومش هتاخد معاكي وقت. ده سمسم أبيض، مش عايزاه محمص، عايزاه أبيض عشان لما يخش الفرن ما يغمقش. هرشه كده فوق العجينة وامشي عليه كده بالمردان عشان يلزق في العجينة بتاعتي. واساوي بقى العجينة كده اطرفها عشان عايزاها كله يبقى سوا واحد، عشان البقسماط بتاعي يطلع كله سوا واحد. اساوي كده، والعجينة اللي بطلعها دي هرجعها تاني في العجين وهتتعجن تاني، مفيش اي مشكلة. هقطع بقى كده صوابع رفيعة. بصي شايفة الحجم ده؟ هو ده كده. صوابع كده رفيعة على قد ما تقدري، بالظبط كده. وهنتحط في الصاج. هجيب الصاج بتاعي اللي انا سبق ودهنته بالزيت، اتعمل على العجينة بعيدي. ايوه كده. هنرص بقى كده. حابة تعملي صوابع اصغر من كده، عندك اطفال مثلا وعايز تعملي صوابع اصغر من كده براحتك، الحجم ده بتاعك انت. شايفة؟ نوسع كده علشان لسه هيخمر. انا كده خلصت اهي الكميه كلها. بصي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. كيلو الدقيق طلع لي قد ايه، وعملت كمان شويه مدورين اهم. هسيبه بقى كده يخمر. هغطيه واحطه في مكان دافي يخمر كده. بعد ما خمر اهو، الحبه المكببين دول كان اخر العجينه فانا شكلتهم كده بايدي. اهي بصي كده بعد ما خمر. بصي بقى عامل ازاي، عرفتي بقى ما بقاش مبطط اهو، خمر اهو. وادي كده طبعا دخلته الفرن على درجة حرارة 180. ولو لقيتي ان من تحت احمر ومن فوق لسه ابيض، شغلي الشواية على الهادي شوية. وادي بسم الله ما شاء الله الكمية اللي طلعت. ايه رأيك بقى؟ يلا قومي اعمليه واكتبي لي في الكومنتات طلع ازاي، واكيد من ايدك هيبقى احلى. وما تنسينيش بقى، يلا انزلي دوسي الاشتراك واعملي اللايك وكومنتاتكم اللي بتفرحني. والسلام عليكم ورحمة الله.